السلام عليكم. عاملين ايه؟ وحشتوني كتير. في البداية ما ننساش نصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وتعالوا نعمل النهاردة حاجة كده اخف من الكيكة واخف من البسبوسة، زي ما احنا شايفين مع بعض الجمال ده. وبإذن الله امشي على الخطوات وهتطلع معاكي احلى مما انا عملتها ان شاء الله بإذن الله. تعالوا نشوف هنعمل مع بعض ايه. يلا، معايا كسرولة او اي حاجة متاحة عندك، هتحط فيها كوبايتين الا ربع من السكر وكوبايتين الا ربع من المية، وترفعيها على النار. واول ما تغلي تحطي فيها عصرة ليمون او شرايح من الليمون زي ما انا حطيت كده، وتسيبيها دقيقتين 3 كمان بعد ما تغلي كده، وتطفي عليها لان عايزين شربات مش تقيل. ومعايا بولة حطيت فيها 4 عدد من البيض. طبعا بحب احط البيض في بولة الاول او في طبق خارجي الاول، وبعد كده احطه في البولة زي ما احنا شفنا. وحطينا كوباية الا ربع من السكر و2 باكت من الفانيليا. وهبدأ اللي انا اضرب المكونات. طبعا الخطوات دي كلها تقدري تعمليها في الخلاط، بس انا بعملها بالمضرب الكهربائي في البولة قدامكم كده علشان تبقى واضحة قدامكم انا عملت ايه. هضرب المكونات مع بعضها كده، هخفقها بالمضرب كويس لغاية ما القوام يفتح معايا خالص زي ما احنا شايفين كده، عشان تبقى الكيكة معايا هشة وجميلة كده ومرتفعة ان شاء الله. ومعايا كوباية الا ربع من سمنة على زيت. ممكن تحطي زيت بس معلقة الزبدة بتفرق جدا في طعم الكيكة، خصوصا كيك الروان. ونبدأ اللي احنا برضو ندمج المكونات، ما بنضربش كتير، يا دوبك اللي احنا نضرب بس المكونات كده وخلاص. واحط كوباية من الزيت. طبعا دي كوباية عادية بتاعة الشاي، بس انا عارفة اللي هي نفس معيار الاطباق، فحاطة وعارفة انا عاملة ايه. فنفس الكوباية اللي احنا هنستخدمها في الدقيق في الاخر هي نفس المعيار اللي انا حاطة فيها الحاجة دلوقتي. تمام يا حبايب قلبي؟ تمام. ومعايا معلقتين كبار من جوز الهند. هدمج المكونات يدوبك، بس بتدي ضربة بسيطة كده، ما بتضربيش كتير خالص زي ما اتفقنا مع بعض. طبعا لو وصلت لغاية هنا ما تنسيش اللايك والاشتراك وكومنت جميل زيك عشان يوصلك مني ان شاء الله كل جديد. ومعايا كوباية من دي البسبوسة او السميد، بجيبه سايب من عند العطار، وابدأ ان انا امرره من مصفى كده علشان لو في اي حاجة نبقى ضامنين احنا عاملين ايه. ومعايا كوباية ونص برضو من الدقيق، وبنخله برضو علشان يبقى الكيك هش وجميل معايا كده. طبعا افضل طريقة للكيكة ان انتي تنخلي المكونات. كوباية ونص من الدقيق، ويبقى كوباية سميد وكوباية ونص من الدقيق. امشي على المكونات وبإذن الله هتطلع معاكي بإذن الله نفس اللي انا عاملاها واحسن كمان، وربنا يحسن ما بين ايديكم اللهم امين. وبمضرب سلك كده او اي معلقة عندك المتاح عندك اعملي بيه حبيبة قلبي، وابدأ اللي انتي اضربي المكونات مع بعضها كده، يا دوبك بس الدقيق يختفي. وطبعا هحط كيس من البيكنج باودر او كيس كيك شيف المتاح عندك، ده او ده عادي مفيش اي مشكلة خالص، بس الكيك شيف محسن جميل جدا ما شاء الله اللهم بارك للكيك. وهبدأ اضرب المكونات كده لغاية ما الدقيق يختفي معايا. وهحط نص كوباية او اقل من نص كوباية لبن يكون دافي، وبنفس الاتجاه كده، واضربي لغاية ما اللبن يختفي معاكي. وده طبعا اختياري، حطيته في الاخر عشان اختياري، ممكن تحطيه او ممكن تستغني عنه، بس بجد بيفرق في الطعم جدا. اللي هو كيس فانيليا بطعم البرتقال. زي ما احنا شايفين مع بعض القوام كده ما شاء الله اللهم بارك، يعني اتقل من الكيك العادي حاجة بسيطة خالص. ومعايا صينية دهناها من الزبدة، وابدأ اللي انا انزل بالخليط. طبعا القوام واضح جدا معاكم في الصورة في الفيديو اسفة. واسباتولا بقى كده ونزلي كل اللي موجود في الطبق، ونبدأ نخرج اي هواء رايح جاي كده بالمعلقة اللي في ايدك لغاية ما اي هواء مقل اي هم يعني هواء موجود هيطلع معاكي ويبقاش فيها تفرغات كتير. وهنا الشربات خلاص كان برد معايا بوريهولكم.
طبعا في الاخر بتحطي كيس من الفانيليا، ما حطهوش وهو لسه في الاول عشان ما يمررش معاكي. وهنا ما شاء الله اللهم بارك الصينيه طلعت معايا. ايه رايكم في الشكل؟ ونبدا نسقيها بالشربات. طبعا كوبايتين الا ربع ده مقدار كويس جدا. لو بتحبي الحاجه مسكره قوي بتحطي كوبايتين كاملين، بس ده هيديكي طعم يعني مش مسكر قوي، هيبقى مظبوط يعني مظبوط خالص معاكي. ونبدا اللي احنا نقطعها بقى كده. ايه رايكم في الجمال ده؟ ما شاء الله اللهم بارك. ونزينها بجوز الهند كده من على الوش. ممكن لو متحبوش تستغني عنه خالص، بس بيديها شكل جمالي. اللهم بارك. وهقطعها معاكم في الفيديو وهتشوفوا القوام بتاعها. متنسيش اللايك يا غالية علشان بيفرق معايا يرفع القناة والناس تشوفها اكتر بإذن الله. وربنا يحسن ما بين ايديكم، اللهم امين. تعالوا بقى هنا كده نطلع خرطة كده. طبعا هي مولعة نار، ممكن يعني تستني عليها على ما تهدى شوية يكون افضل علشان ما تتهريش معاكي زي ما احنا شوفنا كده واحنا بنطلعها. ايه رأيكم بقى؟ ما شاء الله اللهم بارك. شايفين الفراغات اللي فيها كده موجودة ومش مكتومة خالص وهشة وجميلة، اللهم بارك. وهنا وانا حاططها في الطبق كده وبقطعها معاكم ووريها لكم من جوه عاملة ازاي. ما شاء الله حاجة كده اللهم بارك. ولو وصلت لغاية هنا ما تنسيش تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. واشوفكم في وصفة جديدة وفيديو جديد، والسلام عليكم.